اللي صار بالنجف هذا بسنة 35 ليلة العاشر من محرم، ليلة العاشر يعني 9 بالليل. الناس عادة النجف معروف إنه يدخلون الإمام علي سلام الله عليه يعزوه ويسوون التعازي الباقي والتدخل. قال لهم ما يصير إنه ذول طردوهم طلعوهم وجاب قوة مسلحة وطلعوهم عنوة، هسه شو مأثرين عليك؟ لا مأثرين عليه، مأثرين عليه لأن يعتقد هذا الحسين سلام الله عليه ضده، يعرف نفسه ظالم فيكون ضده، ويعتقد نفسه انتماء ليزيد هذا والبني أمية، يكون بالتالي هي المعركة مستمرة. ومو قال جدكم الحسين مثلي لا يباع مثله، اي المعركة مستمرة، يروح سلطة هسه بيدي. جاب مدرعات وجاب جيش وطلعهم عنوة باستخدام الشرطة والجيش، وطلع الناس من داخل ضريح الإمام علي سلام الله عليه، وقفل البيبان كلها بأقفال معقدة يعني بحيث ما يقدر واحد يفتحها. هاي معروفة له النجف. فطلعوا المساكين شو يسوون؟ ما يعرفون التعازي، طلعوا قريب على المقبرة يماد السلام